ترتيب المطبخ. كانت الروائح الزكية تنبعث من كل زاوية، فاليوم هو يوم العزومة الكبيرة لبيت العائلة. سأل أنس والدته بفضول: لماذا نتعب أنفسنا بكل هذا الطبخ يا أمي؟ ابتسمت سلمى وقالت: يا بني، نحن لا نطبخ فقط، نحن نعد مائدة للمحبة وصلة الرحم، وفضل إفطار الصائم في بيتنا عظيم جدا عند الله. اقترب موعد المغرب، وفجأة رن جرس الباب. ركض أنس ليفتح، فوجد عمه إدريس يقف أمام الباب بابتسامة واسعة، حاملا بيده صندوقا من الحلوى. غمرت الفرحة قلب أنس وهو يعانق عمه. قال إدريس: رمضان مبارك يا بطل، ما أجمل أن نجتمع اليوم لنحيي صلة الرحم التي أوصانا بها نبينا الكريم. شعر أنس أن البيت أصبح أكثر نورا بقدوم ضيوفه. حان وقت الأذان، فجلس الجميع حول المائدة العامرة. بدأت سلمى بتقديم الحساء الدافئ للعم إدريس، بينما كان أنس يوزع حبات التمر. تذكر أنس كلمات والدته عن فضل إفطار الصائم، فشعر بفخر كبير وهو يرى ضيوفهم يتناولون الطعام بكل سعادة. قالت سلمى: من فطر صائما كان له مثل أجره، فما بالكم بصلة الأرحام في هذا الشهر الفضيل. بعد الإفطار جلس أنس بجانب عمه إدريس يتبادلان الأحاديث الشيقة والضحكات. أحس أنس بدفء لم يشعر به من قبل، وأدرك أن البركة ليست في كثرة الطعام، بل في اجتماع القلوب. وفي نهاية السهرة شكر الجميع الأم سلمى على كرمها، وبينما كان يودعهم قرر أنس أن يظل دائما حريصا على صلة رحمة وإدخال السرور على قلوب الصائمين.